مهالك النساء في 4، والله ما وجدت هذه 4 في امرأة إلا ودمرت بيتها وقتلت حياءها واختارت لنفسها الشقاء في الدنيا قبل الآخرة. الأول طول اللسان، جمال المرأة في حيائها، جمال المرأة في صمتها وفي حسن سمتها، فإذا طال لسانها في غيبة ونميمة ورد على الزوج، يتكلم الزوج بكلمة فترد عليه ب4 تظن بأن هذا من قوة الشخصية، فاعلم والله بأنها قد اختارت أن تدمر حياءها وجمالها وبيتها بنفسها. الأمر الثاني كثرة التشكي والتذمر والمقارنات مع الآخرين، وهذا يؤدي إلى عدم الاعتراف بالنعم وإلى فقدان مفتاح السعادة، بل وإلى تدمير الحياة الزوجية. لذلك نبي الله إبراهيم لما أتى لزيارة ولده إسماعيل لم يجده، لكن وجد زوجته فسألها عن أحوالهم فشكت إليه وقالت له: نحن في كرب وشدة ولا نجد ما نأكل، وجعلت تشتكي إليه، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فأبلغيه السلام وقولي له أن يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل أخبرته بما قال أبوه، فقال: هذا أبي وقد أمرني أن أطلقك فالحقي بأهلك. أما الثالث فهو نكران العشير، وهو أن المرأة تجحد زوجها، تجحد كل جميل، تتغاضى عن إحسانه إليها، ربما يحسن إليها دهرا، فإذا ما أساء في موقف أنكرت كل شيء وقالت: ما رأيت منك خيرا قط. وهذا سبب لدخول أكثر النساء النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: تكفرن العشير. فهذا الأمر من أسباب مهالك النساء. أما الأمر الرابع فهو التبرج والسفور وإظهار الزينة والخروج بدون إذن وكثرة الدخول والخروج وكثرة الولوج والخروج، وهذا والله كما قال الله سبحانه وتعالى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. فإذا ما تجرأت المرأة على هذا الأمر فاعلم بأنها قد اختارت الشقاء وضيعت الحياة.